رابطة الأندية المصرية بتهدد اتحاد الكرة بإلغاء الدوري الممتاز بعد أحداث مباراة الإسماعيلي وسموحة اليوم. إيه اللي حصل الأول في مباراة الإسماعيلي وسموحة؟ حكام الفار حضروا اللقاء وعربية الفار ما جاتش. ليه بقى؟ عشان اتحاد الكرة ما دفعش الفلوس لشركة الفار. طب ايه يا عم المشكلة؟ عادي، يمكن حصل حاجة، يمكن العربيات عطلت ولا حاجة، مثلا فرد الكاوتش اتخرمت ولا حاجة. لا لا لا، ده النسيبة أكبر من كده. النسيبة اتحاد الكرة بيدرسوا دلوقتي قرار اللي هم يستكملوا الدوري الممتاز بدون تقنية الفار، عشان يا عيني معهمش فلوس يدفعوا للشركة. طبعا القرار ده رفضته رفضا تام رابطة الأندية، وقالت لهم لا، لو انتوا في دماغكم اللي انتوا هتصدروا قرار زي ده، لا، الدوري لم يتم استكماله. زي ما اللائحة مكتوب فيها اللي الدوري موجود فيه تقنية الفار، يستكمل الدوري على هذا الشكل. رابطة الأندية هتعمل ايه؟ احنا نقول لكم تعمل ايه؟ تلغي الدوري ده خالص ولا وجع قلب، احنا مش هنسكت. طبعا اول لما القرار ده حتى يبداوا ايه الكلام هو بدا يتقال فيه اهوت، هتبص تلاقي الزمالك بعت خطاب: لو الدوري تقنيه الفار ما اتعملتش مش هنلعب، الغوا حقنا، الفيفا موجوده والمحكمه الرياضيه ومش هنسكت. ليه بقى؟ عشان لو كده نلغي الدوري ده ونريح دماغنا منه خالص، ولو عامل يا عم على الفرق المشاركه في افريقيا ناخد الترتيب بتاع السنه اللي فاتت. الزمالك وبيراميدز اول وتاني في البطوله الافريقيه، وتالت ورابع الاهلي وفيوتشر هيلعبوا في الكونفدراليه. شفت يا جدع؟ الدنيا هتلف وهتدور برضه. بس يا ريت بس رابطه الانديه تانية ثابته على موقفها. يومين يقول لك اصل الظروف والجوابات وعادي ومش عادي وتتطبخ وتمشي كالعاده، وانا قلبي حاسس ان هي هتتطبخ. بس الصح احنا نلغي الدوري ده خالص، عشان هي سنه باينه من اولها.